وعليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهارده بقى غير المعتاد، مش عامله لكم اكل خالص. انا جايبه لكم حاجه للدهون اللي بتبقى متراكمه عندكم، واي ريحه وحشه بتبقى في قلب الحوض بتاع المطبخ. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. اول حاجه هشيل اللي هي بتاعه الحوض اهيت يا حبايبي، وهنزل بصابون بريل اهو. ماشي يا حبايبي. وبعدين هنزل ببيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. ماشي اهو يا حبايبي، يا رب تكون الصوره واضحه اهو. ماشي. وبعدين هنزل ببيكنج باودر اللي هي الصودا اهي. ماشي شايفين؟ ماشي يا حبايب قلبي. وبعد كده هنزل بحبه خل اهو اهو. شايفين عمال يعمل ازاي؟ وهنغطي دقيقه واحده بس كده ونشوف ايه. ثواني كده بيشيل بقى الايه، الحاجات المتراكمه عندنا. ماشي يا حبايبي، شايفين بيحصل ايه اهو. انا قلت بس اعرفكم كل حاجه اهو يا حبايبي. دي اعمليها يعني كل يومين، هتشيلك كل الحاجات المتراكمه عندك في الحوض. هتنضفه من اي شوائب، من اي ريحه وحشه. ماشي. انا بقى غاليه ميه في الكتل بعد دقيقه بالظبط. شايفين انتوا هنا بيعمل ازاي؟ شايفين؟ انا مش عارفه الصوره واضحه قدامكم ولا لا. بصوا، انا اي حاجه والله بعرفها. بالله عليكم ما تنسوا بقى يا حبايب قلبي تدعولي وتدعموني. ماشي يا حبايبي اهو. شايفين اهو. هنشيل بقى ديت. ماشي يا حبايبي اهو. خلي بالكم انا غاليه ميه في الكتل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهندلق كده. خلي بالكم اهو. شايفين بقى الدهون المتراكمه اهو. شايفين بتعمل ازاي يا حبايبي؟ سمعتوا الصوت ده؟ يعني معناتها كده ان مفيش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهو يا حبايبي. انا بقى عشان انا لسه عاملاها قريب فهي ايه، نضيفه. يعني انا مش عارفه هي العيون كمان باينه قدامكم ولا لا. نزلت كل حاجه متراكمه موجوده في الحوض. فانا قلت بس اما اقول لكم يا حبايبي قلبي، يعني كل يومين اعملوها. الحركه دي حلوه جدا جدا ليكم، ونظافه لحوضكم، ونظافه ان هو ما يتسدش وما يحصلش فيه اي دهون متراكمه، زي طبعا انتوا عارفين ان بيدلق الزيت والكلام ده كله، او اي ريحه وحشه بتبقى موجوده. دي حلوه جدا جدا جدا، جربوها. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني، وما تنسوش تدعولي. انا محتاجه دعواتكم جدا جدا جدا، واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. ويا رب تكون المعلومه مفيده ليكم، واكون قدرت افيدكم بحاجه صغيره جدا. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.